ومن احسن الشلايض اللي تقدروا تصاوبوا في هذه الوقيته هذه هي هاد الشلاضه بالخضره مشويه في الفران. وكما كتعرفوا قال لك ضرب شلايض يونض تقعد، هذه راها كامله ومكموله. تنضحك معكم شويه. عندي هنا شويه د الباذنجان، انه الباذنجان والفلفله الوان، كلشي كيتقطع مرصويات صغار وكلشي كيتحط في واحد الطبق اللي غادي يدخل الفران. كما قلت لكم طريقه سهل منها ما كاينش. هنا عندي شويه ديال الصدر ديال الدجاج، انه الدجاج، واللي بغى يزيدو واحد شويه هكا حتى هو غيطيب مع هاد الخضيره هادي وشي تيبننشي. عندي هنا شويه د الملحه، الابزار، زيت الزيتون زيكزاك، ونشعل الفران 180 درجه ونديرهم يطيبوا وما نكثر لهمش الطياب، تياخذوا تقريبا واحد 20 دقيقه، خص ما يتحرقوش. لي شالوط ولا بصله من الافضل الا كانت هاد الصغيره هذه ولا الحمراء. ها هما دابا راهم واجدين. كما قلت لكم الصدر تيبقى يعني صاين وتيبقى طري، والخضيره كذلك. نخرجهم ونخليهم جانبا يبردوا. الثومه نقطعوها مرصويات صغار هي والبصله، والدجاج بعد ما دفات هو يتقطع بمرصويات بهذا الشكل هذا. نزيدوهم فوق هاد الخضيره هذه اللي طيبنا. هنا عندي شويه د المايس، طوماط سوغيز، والزيتون الكحل كيعطي واحد الاضافه وواحد البنه. هذا الفرماج نتاع لا فيتا د الماعز كيعطي واحد المذاق حتى هو بنين، وشويه ديال الزعتر كيمشي مع الزعتر ولا اروع. الزيت البلديه هكا من الفوق باش كنفينيو الشليضه ديالنا، وشويه د المعدنوس حتى هو كنزيدو يعطي المذاق والخضوريه. وهذه شليضه الاخوان ثقوا بيا راها كتجي بنينه، كنتمنى تجربوها. كما شفتوا الطريقه ديالها راه سهله، كلشي كيطيب في الفران، وتقدروا تنقصوا شي حويجات تزيدوا شي حويجات. المهم لا باز ديالها هي هاد الخضيره مشويه. اضرب تهلاو يا ودوزو بخير. السلام عليكم.